السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي احلى متابعين في الدنيا. انا مبسوطة لما بلاقي نسبة مشاهدة معاكم عالية والله، وبفرح جدا ان انتوا معايا وبتشاركوني وبتشجعوني. انا على قد في القناة وبعمل فيديوهات على القد برضو. يمكن ناس كتير تقعد تتريق او تعيب او تقول مثلا ايه الفيديوهات دي وايه اللي هي بتعمله ده والكلام ده كله. بس انا عارفة ان حبايبي كلهم بيدعموني وبيساعدوني، وانا على قد ما بقدر اقدم لكم كل جديد والله. ربنا يعيني واكون عند حسن ظنكم كده، واقدر اقدم لكم فعلا كل جديد يا جماعه. النهارده انا جمعت شويه الطماطم دي كده من الارض. طبعا زي ما احنا شايفين كده، فيها الحمرة قوي وفيها اللي لسه ايه ما احمرتش قوي. انا عادي اللي ما احمرتش قوي دي انا بنقضها يا جماعه، بطلع الحمرة منها خالص، علشان ايه؟ انا عايزه اخزن واعمل صلصه منها في الفريزر، تبقى جنبي في اي وقت. كلنا عارفين ان زرعه الطماطم بيبقى لها وقت معين تجمع منها، وبعد كده ايه خلاص ما بتجيبش تاني يعني. فانا جيت قلت ايه خلاص بقى فرصه واحنا قاعدين كده نتسلى مع بعض، ونصلص الطماطم دي ونعملها صلصه ونخليها جاهزه معانا في الفريزر على قد الطبيخ، ان انا لو في طبخه او في حاجه ما احترش هطلع على طول وايه واطبخ منها على طول. انا جبتها وغسلتها كده، نقعتها في ميه مره واتنين وتلاته عشان لو فيها رمله حته زي دي بقى اشيلها برضو. وجمعتها حلو. غسلتها غسله نظيفه، وحطيت فيها ميه برضو كده نظيفه برضو. قلت نقعد بقى مع بعض كده نقطعها ونعملها في الحله زي ما انتم شايفين. جبت حله اهي، شطفتها وغسلتها وجبت السكينه وقعدت بقى اتسلى بقى. قلت ايه كده كده ايه، العيال مش هنا وانا لوحدي. قلت بقى اتسلى في الطماطم وكل يوم على قد كده هعمل شويه بشويه لحد ما اخزن لي شويه حلوين كده وارميهم في الفريزر. مش هيخسروا عندي يعني، انتوا عارفين الحاجات دي بتبقى في البيت. بصوا منظرها، دي الحمرة اللي انا نقيتها منها، بسم الله ما شاء الله على شكلها كده. غسلتها غسله نظيفه وعملتها وظبطتها وقطعتها بالسكينه. طبعا لو كان في حته وحشه شلتها منها، في حته بايظه الحته اللي قمع اللي ورا دوت كده بشيله. وبعملها زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، قطعتها كده كل حبايه نصين كده وحطيتها في الحله دي زي ما انتم شايفين كده. انا بقى الخطوه اللي جايه قلت بقى ايه، انا اعملها على النار. في ناس ممكن تفرميها كده وتحطها في الفريزر عادي زي ما هي. عفوا حبايبي، يعني ممكن ان انت ايه تفرميها زي ما هي كده وتحطها ايه في الفريزر. معلش اسفه التليفون كان بيرن. وممكن ايه تعمليها بقى على النار وتصلصيها وتروحي حطاها. انا بقى هعملها على النار. انا كده غسلت الحاجات اللي انا طلعتها منها والحتت اللي انا قطعتها دي انا ما برميهاش، دي بحطها للفراخ تاكلها والبط اللي عندي. الفراخ بتموت في اي حاجه، اي اكل في البيت عندك اي حاجه ما ترموهوش. عودي نفسك كده، اي نعمه اي حاجه في البيت حافظي عليها واستغلها صح. ما ترميش اي حاجه، مفيش حاجه هتخسر معاكي ابدا، ولا في حاجه هتترمي، ولا في حاجه يعني مش هيبقى لها لازمه في البيت. طول ما عندك طير في البيت وعندك خير في البيت، عمر ما هترمي حاجه ولا حاجه هتروح في الزباله ابدا. كل حاجة استغلها في مكانها الصح، وكل حاجة حطيها في الأماكن بتاعتها. أنا عندي طير، طيب أنا ليه هرمي الطماطم المتقطعة ديت؟ طب ما أنا هرميها للبط والفراخ هياكلوها مع الوجبة الأساسية بتاعتهم بقى، إذا كانت علف أو ذرة أو دشيش اللي انتوا بتحطوه ليهم يعني. وهما بقى والله انا عندي الفراخ بتحب الاكل البيتي اكتر ما بحط لها العلف بصراحه، عشان انا عودتهم عليه يعني. والحمد لله رغم كده ان هما بيبيضوا وبيجيبوا لي انتاج البيض. وانا بصور معاكم برضو وبوريكم البيض وبوريكم الانتاج اللي باخده منهم، على قد ما انا برضو ايه بديهم اكل بيتي ولا حاجه مع العلف ومع الاكل اللي بحطه له. العلف البياض طبعا انا بحط لهم علف بياض مش علف تسمين، عشان هي الفراخ بتبيض. بس يا حبايبي، فانا قلت ايه بقى نقطع الطماطم كده ونحطها معانا في الحله، ونيجي ايه بنحطها على النار بنسيبها تغلي. انا زي ما هي كده بصوا حطيتها بقى على النار، سبتها على النار بقى براحتها وهديت عليها النار لحد ما غليت زي ما انتم شايفين كده المنظر كده والشكل اهي بقت تحفه. دي كده احسن، دي كده بتبقى جاهزه معاكي على الطبخ على طول. ان انتي خدتيها وحبيتي ان انتي تحطيها تطلعي الكيس على طول، بس على التسبيك هتقطعي البصله وتحمريها في الزيت وتشتغلي بالطماطم بقى عليها على طول. يا دوب هتاخد غلوه معاك على النار في قلب البصله كده او غلوتين بالكتير في قلب البصلايه، وتلاقيها اتسبكت معاك على طول، لان انت يعتبر مسبكه نصها. يعني يعتبر ان انت خلاص هديتها في النار كده سبكتيها، ما بيبقاش فاضل فيها غير ان انت تضيفي لها بس الزيت او السمن والبصله اللي هتشتغلي بيها والاكل اللي هتعمليه. بتسهل عليكي نص الوقت يعني.
غير لما بتحطها في الفريزر كده زي ما هي، وترجعي ايه تفك وترجعي بقى تسبكي من اول وجديد والكلام ده. لا، هي كده بتسهل عليك. كمان لو انت هتحطها في الفريزر زي ما هي، انت بتحطي الكميه كبيره، في دي بقى انت هتختاري نص الكميه بس، لان ايه بقى، لان هي بتبقى خلاص متسبكه. بصوا بقى، انا عملتها كده في اكياس، عملت لي بسم الله ما شاء الله 6 اكياس، وكان لسه عندي الخلاط كمان لسه في شفشقين كمان هيتضربوا. انا جبت، كان عندي اكياس تخزين من دي بتاعه اللبن ديت، وعملت اكياس صغيره شويه واكياس كبيره. قلت برضو هعمل اكياس كبيره عشان لو عملت محشي او حاجه تبقى ايه معايا اهي زي كده كبيره. وعملت اكياس صغيره للخضار لما باجي اطبخ بقى فاصوليا بطاطس اي حاجه، هي دي هتكفي الطبخه معايا، عشان انا عارفه مقداري وعارفه انا بعمل قد ايه، لان انا ما بزودش كتير، بقى على قد انا والعيان يعني. فالموضوع بيبقى ايه، مش محتاج يعني طماطم كتير معايا. وزي ما انا قلت لك هي متسبكه، يعني هي نص الطبخه هتكفيكي، لان انت يعتبر انت مسبكاها، مش اللي هي لسه هتقعد تغلي على النار معاكي كتير وتنزل ميه وتنشف والكلام ده، لا. هي هتبقى خلاص غلوه او اتنين على النار بس في قلب البصل والطماطم والزيت، هتلاقيها